فرق ما بينك وما بين الدكتور مجدي يعقوب وايلون ماسك ومارك زوكربيرج وبيل جيتس وكل الناس الناجحين. الفرق مش الفلوس ولا الذكاء الخارق، الفرق انهم عرفوا ان الثانية اللي بتعدي عمرها ما هترجع تاني، وعرفوا ان الوقت هو اهم مورد في حياتهم. كنت بضيع وقت كتير جدا من حياتي وخصوصا على السوشيال ميديا، كنت بقضي وقت بالساعات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بالذات، ولكن بعد ما عرفت ال5 مبادئ اللي انا هقولهم لك في الفيديو ده، نظرتي للحياة اتغيرت 180 درجة، واوعدك بعد الفيديو ده باذن الله حياتك هتتغير تماما. اولا وقبل كل حاجه لازم تكون عارف ان الوقت مورد زي اي مورد في حياتك، زي الفلوس ده لو معاك فلوس لا قدر الله يعني، زي الميه، زي كل الموارد الطبيعيه اللي موجوده على سطح الارض. بس الوقت مورد مختلف تماما لان هو اهم مورد فيهم كلهم. المبدأ الاول، الوقت لا يعوض. انا جاي اصدمك واقول لك ان الوقت مش من ذهب. هتقولي ازاي الكلام ده احنا حافظين الجمله دي وعارفينها من واحنا في ابتدائي. هقول لك يا نجم ثانيه واحده بس. رجل الدوله والمخترع الامريكي بنيامين فرانكلين لما قال الجمله دي قالها عشان يوضح ان الوقت قيمته كبيره جدا زي الذهب. هتقولي ايه ده، هو الدهب قيمته كبيره اصلا؟ هقول لك امال ايه يا نجم، ده جرام الدهب دلوقتي ب 7000 جنيه، وشكل انا وانت مش هنتجوز اصلا ونستنى الحور العين في الجنه. هتقولي امال ليه بقى الوقت مش من ذهب؟ هقول لك ببساطه يا نجم، لان الدهب لو ضاع او خسرته تقدر ترجعه تاني، انما الوقت الثانيه اللي بتروح عمرها ما هترجع تاني. طيب يا نجم شكلك مش فاهم، هوضح لك اكتر من كده شويه. لو افترضنا انك لا قدر الله بقيت مليونير ومعاك 3-4 مليون جنيه ونفسك في حاجات كتير جدا، نفسك في بيت ونفسك في عربيه واشتريت كل اللي نفسك فيه والفلوس اللي معاك دي خلصت، تقدر تعمل نفس اللي انت عملته في الاول عشان تجيب الملايين دي تاني، وتقدر تصلح علاقه لو اتكسرت، تقدر تبدا اي حاجه مهما اتاخرت. انما الوقت لا يعوض، اليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني. وعشان كده الامام الحسن البصري قال جمله مهمه جدا: ما من يوم الا وينادي يا ابن ادم اني يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني ان ذهبت لا اعود الى يوم القيامه. الوقت يا نجم مش مجرد ساعه بنعلقها على الحيطه كده وخلاص، الدقيقه اللي بتعدي بتبقى نقصت من حياتك وبتقرب حياتك على النهايه اكتر واكتر. وفي حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها في الحته دي بالذات، ان الوقت ما بيتشحنش. يعني تقدر تشحن رصيد، تقدر تشحن تليفونك، انما الوقت لا، ما بيتشحنش. انا عارف والله ان محدش بيقدر يستغل كل ثانيه في حياته، بس اللي انا جاي اقوله لك انك لازم تستغل اكبر قدر ممكن من الوقت في اللي يفيدك وينفعك. وعشان كده ابن مسعود قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم مر نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. والندم يا نجم هو اصعب شعور في الدنيا، لانك بتكتشف ان القطر عدى وفاتك مع انك كنت ممكن تلحقه. وعشان كده بقى من دلوقتي ما تضيعش اي قطر يعدي من قدامك. ولكن للاسف يا نجم ده اللي انا وانت بنعمله كل سنه في عيد ميلادنا. يعني تخيل معايا كده انك معاك فلوس ونزلت تشتري بيهم شويه حاجات، اكيد الفلوس دي قلت، المورد اللي معاك قل. انما انا وانت كل سنه في عيد ميلادنا بنبقى فرحانين جدا، مع ان الوقت اللي هو اهم مورد في حياتنا نقص وقل. عشان كده كل سنه في عيد ميلادك ما تقولش انا كبرت سنه، لان الحقيقه ان موردك قل سنه، انت عمرك نقص سنه وحياتك قربت من النهايه كمان سنه. يعني من الاخر يا نجم الوقت ما بيتعوضش، فما تضيعش اللي فاضل منه. المبدأ الثاني، الوقت نادر. ايوه يا نجم زي ما سمعت كده، الوقت مورد نادر جدا. هتقولي يعني ايه الوقت مورد نادر؟ هشرح لك بس ثانيه واحده بس. انا عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني، هو انت عمرك طويل ولا قصير؟ هتقولي بالنسبه لايه؟ يعني حط لي عمري جنب اي حاجه تانية وانا اقول لك هو طويل ولا قصير. يعني احنا مثلا عمرنا بالنسبه للقطط طويل، لان عمر القطط بيتراوح من 13 ل 20 سنه، انما احنا عمرنا بيتراوح من 60 ل 70 سنه، فكده احنا عمرنا اطول منهم. اقول لك برافو عليك يا نجم. ودلوقتي بقى لازم اقول لك قاعده مهمه جدا في الرياضيات، ان لو احنا عندنا نسبه زي خمس او تمن او سدس، كل ما المقام يكبر النسبه دي بتقل. عشان كده الربع اقل من النص، لان الاربعه في المقام اكبر من الاتنين في المقام. ودلوقتي بقى يا نجم هقول لك الصدمه اللي في ناس كتير جدا مش واخده بالها منها، ان لو احنا عندنا نسبه والمقام ما لا نهايه، اي رقم هتحطه في البسط مهما كان حتى لو مليار هتبقى النسبه دي بصفر. يعني لو انت عمرك 70 سنه وتحت حطيت ما لا نهايه هيبقى النسبه دي بصفر. برافو عليك يا نجم، شكلك فهمتني وعرفت ان انا قصدي ان احنا عمرنا بالنسبه للاخره اللي هي ما لا نهايه بيساوي صفر. واكيد بقى انت دلوقتي عرفت ليه الوقت مورد نادر جدا. يعني من الاخر لازم تتعامل مع وقتك على انه عمله نادره وتستغله احسن استغلال. المبدأ الثالث، الوقت لا قيمة له. أنا عارف إنك ممكن تستغرب جدا من الجملة دي. هتقولي يعني الوقت ملوش قيمة بقى ولا إيه؟ أقول لك ثانية واحدة بس يا نجم أشرح لك دلوقتي، ما تستعجلش بقى. لو افترضنا إنك أنت معاك ساعة وارثها من حد قريب منك جدا أو واخدها هدية من حد عزيز عليك، وأنا قلت لك أنا عايز أشتري منك الساعة دي. هتقولي لا الساعة دي أنا مش هبيعها ولا حتى بكنوز الدنيا.
كده الساعه اللي معاك دي ملهاش قيمه، يعني هي غاليه جدا لدرجه انك مش هتبيعها اصلا. زي مثلا تمثال رمسيس الثاني، احنا ما نقدرش نبيعه لانه قيمته غاليه جدا. هو الوقت كده بالظبط، قيمته غاليه جدا لدرجه اننا ما نقدرش نقيمه اصلا. وعشان كده نجم بتبقى مصيبه كبيره جدا لما تتنيك تضيع ساعات من اهم مورد في حياتك على السوشيال ميديا والريلز والحاجات التافهه. انما يا نجم انت دلوقتي بتتفرج على حاجه قيمه ومفيده زي ما انت يا نجم. ما تنساش اللايك والاشتراك وتكتب كومنت كده في السريع تقول لي رايك في الفيديو. ودلوقتي بقى يا نجم بعد ما تكون عملت لايك واشتراك، تخيل معايا كده ان ال 24 ساعه دول حساب في بنك وبيتسحبوا منك غصب عنك او بمزاجك. فشوف بقى ال 24 ساعه دول انت هتصرفهم ازاي ولا هتضيعهم في ايه. اظن انت دلوقتي فهمت ان الوقت ملوش قيمه مش لانه رخيص، ولكن لانه غالي جدا لدرجه اننا ما نقدرش نقيمه اصلا. المبدأ الرابع، الوقت مورد لا يدخر. يعني الفلوس اللي مغلباك من اول الفيديو دي تقدر تحوشها، تقدر تدخرها عشان تجيب حاجه كبيره انت نفسك فيها، انما الوقت ما تقدرش تدخره. يعني لو انت معاك ساعه مثلا، لا بالله عليك يا نجم تركز معايا، مش الساعه اللي بنلبسها في ايدينا، الساعه اللي هي 60 دقيقه. لو انت معاك 60 دقيقه ومش عارف تعمل فيهم ايه، ما تقدرش تحوشهم او تدخرهم لوقت بعدين. يا اما تستغلهم دلوقتي احسن استغلال، يا اما خلاص راحوا عليك. وطبعا احنا نقدر نفهم من كده ان في ناس بتحوش فلوس وناس بتحوش بصل وتوم عشان هيغلوا جدا الفتره الجايه، انما الوقت هو المورد الوحيد اللي محدش يقدر يحوشه. المبدأ الخامس، تكلفة الفرصة البديلة. ركز معايا بقى يا نجم عشان ده أهم مبدأ فيهم كلهم. لو افترضنا إنك أنت معاك قلم وأنا جيت سألتك القلم ده بكام؟ أنا عاوز أشتري منك. وانت قلت لي القلم ده 10 جنيه مثلا يعني علماء الاقتصاد بقى بيقولوا إن تكلفة القلم ده مش ال10 جنيه، تكلفة القلم ده اللي أنت كنت هتجيبه بال10 جنيه لو ما جبتش القلم. يعني لو افترضنا إن كان في كتاب ب10 جنيه وأنت بتشتري القلم ده، هتقول لي هو في كتاب دلوقتي ب 10 جنيه؟ هقول لك يا نجم تخيل، ولنفترض كده عشان نمشي مع بعض الدنيا، تخيل ان في كتاب ب10 جنيه في الوقت اللي انت كنت بتشتري فيه القلم. علماء الاقتصاد بقى بيقولوا ان تكلفة القلم هو الكتاب اللي ب10 جنيه مش ال10 جنيه. حاسك لسه مش فاهم برضو متلخبط، هشرح لك بمثال تاني. لو افترضنا انك قررت تخاطر وتجازف وتطلع الفلوس اللي تحت البلاطه وقررت انك تروح تصيف اسبوعين في اي مكان، ولنفترض انك دفعت 10000 جنيه. لو انا سألتك بقى ايه تكلفة الفرصة البديلة في الاسبوعين اللي انت رحت تصيفهم دول، هتقول لي اكيد اللي كنت اعمله بال 10000 جنيه لو ما رحتش اصيف. اقول لك لا غلط. علماء الاقتصاد بقى بيقولوا ان في مورد تاني دخل معانا في المثال ده. بيقولوا ان تكلفة الفرصة البديلة هنا اللي كنت هتشتريه بال10000 جنيه لو ما رحتش تصيف، واللي كنت هتعمله في الاسبوعين لو ما رحتش تصيف. في مورد تاني مهم جدا دخل معانا هنا وهو الوقت. يعني ببساطة يا نجم اي اختيار انت بتختاره في حياتك بيبقى فيه حاجة تانية انت بتتنازل عنها. واظن انت دلوقتي فهمت يعني ايه تكلفة الفرصة البديلة، ولو لسه ما فهمتش يبقى المشكلة من عندك مش من عندي بقى بصراحة. وعشان كده يا نجم الناس الناجحة مش بتسأل انا هكسب ايه، هما بيسألوا انا هخسر ايه لو فضلت قاعد مكاني. وفي النهاية يا نجم انا حابب اقولك ان كلنا كده كده هنعيش حياتنا، بس الفرق مش مين عاش اطول، الفرق مين استغل وقته احسن استغلال وساب اثر طيب فعلا قبل ما عمره ينتهي وقبل ما الشحن يخلص. وعشان كده يا نجم بعد ما تعمل لايك واشتراك وتشوف اول فيديوهين من السلسلة، خليك فاكر دايما ان كلنا هنموت بس مش كلنا هنسيب اثر طيب.